البتنجان المخلل هنعمله ان شاء الله يطلع لونه وردي كده زي ما انت شايفه وجميل ما شاء الله، طالع تحفه وطعمه حلو جدا. ان شاء الله هيعجبك، وهنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا من غير تعقيدات. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض البتنجان، هو موجود دلوقتي بكثره. هنعمله كده طريقه سهله جدا، وهقولك على اسرار المطاعم. هنجيب كده البتنجان زي ما هو اهو بعد ما غسلناه. ايه هو بقى البتنجان الطويل ده زي ما انت شايفه كده. هنعمله طريقه سهله جدا. بعد ما غسلنا البتنجان كده نسيبه زي ما هو كده. هنجيب شويه ميه على النار اهو، نسيبهم كده يسخنوا بالشكل ده. هقول لك كل اسرار المطاعم ازاي بتجيبي البتنجان المخلل منها حلو كده. حطينا كده معلقتين خل اهو بالشكل ده. بعد ما الميه غليت معانا هننزل بالبتنجان زي ما هو، بالعود الاخضر اللي فيه ده بقى من اسرار نجاحه فعلا. بيخلوا له طعمه حلو جدا وما يتهرش معايا وما يشربش ميه كتير من جوه، وبيحافظ لي على لونه اهو بالشكل ده كده. هننزله كده في الميه هيبتدي يغير اللون معانا اهو. ما تقلقيش، سويه كويس انت بس بالشكل ده اهو. هنقلبه ونغطي عليه وسيبيه يستوي معاكي. والتسوية ما تسويهوش قوي عشان ما يتهريش، وما تسيبهوش نص تسوية عشان ما يطلعش قلب اسود من جوه ولا يسود ولا غير لون معاكي. اظبطي التسوية بتاعته هتلاقيه مظبوط معاكي وزي الفل اهو بالشكل ده كده. خلاص هو استوى معايا، بدأ يدبل كده ويديني كرمشة كده فيه اهو. خلاص استوى. هاخده بقى وهنعمل بقى التملحة بتاعتنا الحلوة اهو. شايفه البتنجان من جوه بقى ابيض ازاي وجميل، لان تسويته مظبوطه. بيتفتح بكل سهوله اهوتي، والبتنجان حلو ومحافظ على لونه وكل حاجه اهو. هناخد بقى كده ايه، عندنا شطه حراقه كده زي ما انت شايفه، وتوم وقطعه بنجر وملح وهنعصر كده كام ليمونه معاه اهو. التملحه دي حلوه جدا، بتخلي لي لون البتنجان حلو قوي وطعمه حلو من جوه وبيديك نتيجه كويسه. هاتي كده كام ليمونه وانصريهم بالشكل ده كده اهو. ولو وصلت معاه لغايه هنا متنسيش تحط لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. عندنا بقى شويه بهارات كده اهو. اهم حاجه الكمون، زودي الكمون زي ما انت عايزه. وهنحط كده معلقتين خل اهو. وهنبتدي نحشي بقى في الحشو بتاعتنا في البتنجان اللي احنا فتحناه. لو انت حابه تسيبيه زي ما هو ما تفتحوهوش حطيه وحطي الحشو في الميه. لو انت حابه ان انت تاخدي الطعم الحلو مع البتنجان احشيه. انا بحشي نصه وبسيب نصه عشان التوم والقولون والحاجات دي اهو بالشكل ده كده. وعندنا الميه بتاعت اللي احنا سالقين فيها، هي دي اللي احنا هنملح فيها البتنجان. بقيه الحوض اللي فضل معايا هحطه فيها، ما بتجيبش ماء من الحنفيه ولا حاجه. بقيه الحوض اللي احنا سبناه هننزله كده في الميه ونقلبه بالشكل ده كده اهو. وهنحطه على البتنجان بتاعنا اهو
بالشكل ده. في ناس بتحط بقى فيه مكسرات وحاجات جامدة كده بقى، المكدوس والحاجات الحلوة دي، وبعد كام يوم طالع معايا بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله طعمه جميل جدا ولونه تحفة وتسويته مظبوطة. واهم حاجة لو في الصيف تحطيه في التلاجة علشان ما يبوظش منك. اتمنى الوصفة تكون عجبتك، وتحط لك وحلو من ايديك الحلوين وتعليق. بحبكم في الله، مع السلامة.